هذا حي 40 شريف في مدينة قسنطينة، الحي الذي لما تمشي فيه تنتابك رهبة المكان والزمان. وأنت تقطعه يخيل إليك بأنك تستمع لخطى العلامة ابن باديس أو وقع أقدام 40 شريف. من هم هؤلاء 40 شريف؟ لقد تضاربت الأقوال، ولكن في نهاية الفيديو ابقوا معنا، سنكشف لكم السر الحقيقي لهذا الاسم. أشهر الأشياء التاريخية الموجودة في هذا الحي هي مسجد 40 شريف، المعروف سابقا بدار القاضي، وكان بمثابة محكمة في ذلك الوقت. المسجد أعيد ترميمه مؤخرا وافتتح بعد غلقه لسنوات طويلة، وكذلك مطبعة جمعية العلماء المسلمين. ومطبعة الشيخ ابن باديس الذي كان يصدر فيها صحفه وصحف جمعية العلماء المسلمين. وكذلك مكتبه الخاص والمدرسة، مدرسة التربية والتعليم التي اشتراها
ابن باديس بماله الخاص. أما الآن إليكم سر تسمية الحي بهذا الاسم بعد حصولنا على وثائق تثبت الكلام الآتي. لما احتلت فرنسا مدينة قسنطينة سنة 1837 عينت مجلس إسلامي لإدارة شؤون السكان المسلمين، وكان عددهم 40 موزعين على مذهبين المالكية والحنفية، وكانوا يعقدون اجتماعاتهم بدار القاضي، وكان معظمهم يقطن في ذلك المكان، لهذا سمي باسمهم الأربعين شريف. أرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسونا بالدعم باللايكات والاشتراك، والسلام عليكم في فرصة أخرى إن شاء الله.